السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة رجعت لكم فيديو جميل جدا وان شاء الله هيعجبكم. النهاردة بقى رحت السوق واشتريت شوية طلبات من السوق كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اشتريت كرنبة واشتريت فلفل واشتريت خضرة وطماطم وبصل وكل الحاجات دي اشتريتها. شايفين اهو؟ شايفين؟ وبصل وكل ده اشتريته النهارده من السوق. طبعا احنا عندنا في الارياف متوفر عندنا الخضار يوم السوق، مش متوفر عندنا بس، يعني هو يوم الاساسي يوم التلات ده بنحب نروح السوق فيه، بيبقى متوفر فيه كل حاجه، بتبقى الخضار رخيصه فيه، فبنروح نجيب منه كل الطلبات بتاعتنا، بنجيبها رخيصه طبعا غير الايام العاديه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بنجيب الخضار رخيص شويه غير الايام العاديه. يعني مثلا انا جايبه ده ب10 جنيه، لو في الايام العاديه هتشتريه باغلى من كده، يعني غير يوم التلات هتشتري الكيلو ب12 جنيه وب15 جنيه. القوطه جايباها ب5 جنيه، لو هشتريها بره غير يوم التلات هشتريها ب10 جنيه. انا جايباها ب5. الخضره دي جايباها ب5 جنيه. شايفين؟ الكرنبه دي ب10 جنيه، البتنجان ب5 جنيه الكيلو، البصل ب20، الطماطم البتاع دوت البطاطس ب20. شايفين؟ يعني شوية خضار كده معديني 120 جنيه، يعني 120 جنيه هيصتني في شوية خضار يقعدوا معايا الأسبوع كله محتاجش. طبعا أهم حاجة في التسويقة كلها هي الطماطم، مش بنستغنى منها حتى لو ما عندكيش ده كله ولازمك مكرونة هتعملي بيها، فاحنا بنحتاجها في جميع الأغراض. عشان كده اهم حاجه في التسويقه كلها الطماطم. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، تسويقه جميله جدا وسهله. واشترينا النهارده، رحنا اشترينا الحاجات دي كان، واشتريت برده سمك وحطيته في التلاجة. يعني الواحد بيروح، وليمون اشتريته برده، والليمون برده في التلاجة. يعني الواحد بيروح يشتري طلباتك كلها من السوق علشان ما تطلعيش بقى في وسط الاسبوع تبقى الحاجات غاليه، بتبقى انت برده وفرت، انت اولى بال30 جنيه، انت عارفه كل حاجه غاليه. فالناس بتروح السوق يوم التلات ده وبتشتري كل طلباتها، كل ما بتحتاجه من سوق التلات ده. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في التسويقة بتاعتنا دي؟ احلى تسويقة، احلى تسويقة اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ارخص تسويقة جبناها ب120 جنيه، كل واحد على قد حاله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش عليك الاشتراك في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد، وتكتبي لي في التعليقات رأيك ايه في الفيديو. سلام.